ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل الممبار. طبعا كلنا اليومين دول عندنا ممبار وكرشه والكلام ده كله. طبعا عشان يبقى سهل انا اللي جبت لكم الفكره الجميله دي، ان شاء الله هتعجبكم وهتسهل عليكم الامور كلها. ودلوقتي اول حاجه هو هعملها، انا هعمل التقليه قبل ما ابدا في اي حاجه. احنا حطينا اهو السمنه دلوقتي في الحله، وهحط البصل المتقطع دلوقتي معاها. عشان ايه؟ آه، مادام انا عملت التقليه يبقى انا كده خلصت اهم حاجه في الممبار. اهو زي ما احنا شايفين كده. هعمل تقليه عاديه جدا زي تقليه المحشي، اهو بالطريقه دي بس. واول ما البصل يستوي هكون محضره القوطه المعصوره واقوم دلقها عليه. هي مجرد يا بنات ما انا عملت التقليه يبقى الحاجه الصعبه خلصت في الممبار. واقول لكم على طريقه حشو سهله جدا هتسهل عليكم باذن الله، وهتعملوه على طول مش هتكسلوا ابدا. حاجة هتخليكي لو بتعملي 10 كيلو تخلصيهم في وقت قليل قوي. بس عايزة اقول لكم طبعا بشكر اي حد اشترك في القناة وبرحب بيه. وبقول لسه ما اشتركش يخش يشترك، اتمنى منه الاشتراك. وبشكر اي حد كتب لي كومنت حلو، بشكركم جدا، انتوا اخواتي وحبايبي طبعا اللي هتكتروا القناة والقناة هتكبر بيكم. بس كده هي التقلية استوت. انا حطيت القوطة عليها اهو، وهسيبها بقى تستوي براحتها. وبسيب الشوية دول عشان لما اعصر تاني قوطة ما احطش مية عليها. بس كده وخلصت اهو التقلية. ودلوقتي انا كنت مقطعة الخضرة وغسلت الرز اهو زي ما احنا شايفين كده. والممبار كنت غسلاه وبقى زي الفل اهو. اهو بصوا، كنت نقعاه طبعا بالخل والملح، احنا عارفين الكلام ده كله طبعا. والازازة دي معايا هي السحر في اعمال الممبار. هقول لكم ازاي دلوقتي هنقطعها. نقطع حتة صغيرة اهو، اهو بصوا بالطريقة دي. وهوريكم دلوقتي القطعة اللي انا هعمل بيها. اهو انا قطعته بالمقص، معلش هو التصوير مش واضح، بس انا هوريكم في النهاية انا خدت ايه منها. اهو بصوا قطعتها بالشكل ده وخدت منها القطعة دي اهي زي ما احنا شايفين كده. هي دي اللي هتساعدني في حشو الممبار اهي. بس كده خلاص احنا عملناها اهو بكل سهولة. تقطعها بسكينة او تقطعها بمقص، اي حاجة اي حاجة متاحة عندك تعمليها بيها. ودي خلطة الممبار اهو. دي الخضرة كنت غسلاها ومقطعاها وحطيت عليها دلوقتي التقلية بعد ما اتسبكت خالص زي ما احنا شايفين اهو كده. بس وهبتدي اضيف الرز وهقلب الخلطة الجميلة دي كلها اهو دلوقتي مع بعض. واحط الملح واحط الزيت واحط الشطة بقى حسب الرغبة.
اهم حاجة يا بنات التقلية دي تبقى كتير في الخلطة عشان تبقى حمرا كده وحلوة، ما يبقاش الرز كده مبيض لا. بعد ما اقلبها كويس هوريها لكم شكلها ايه. بصوا الخضرة كتير قوي، وعايزة ريحة الخلطة تبقى جميلة بجد. احنا طبعا بنحط التلات انواع خضرة، لا احنا نكتر بقى من الشبت. عايزة اقول لكم يا بنات الشبت بيدي ريحة جميلة قوي للخلطة دي. بس وهقلبها كويس قوي. بس انا دلوقتي هزود التقلية، هزود الصلصة بتاعتها عشان الرز ايه بتاعنا يبقى حلو كده. وبعد ما قلبتها اهو حسيت ان هي ناقصة صلصة، هضيف لها اهو شوية تاني وهقلب كويس برضو. هقلب الرز كويس قوي لغاية اما اشوفه برضو محتاج صلصة ولا لا. في ناس يا جماعة بتعمل الخلطة دي برضو ني في ني، اللي هو بصل ني وطماطم نية، برضو بيبقى طعمها حلو. وانا دلوقتي بضيف الملح، ملح بكمون بقى وملح بفلفل اسمر وشطة. وهضيف فلفل اسمر اهو لوحده. وهضيف الزيت اهو، واقلب الخلطة دي دلوقتي تاني. وانا كنت مقطعة قرن فلفل هضيفه للخلطة دي برضو عشان يديها ريحة حلوة برضو. زي ما احنا شايفين كده قرن الفلفل ده يا بنات بيديها ريحة جامدة برضو. تخيلوا انتوا بقى كل الخلطة الجميلة دي مع بعض هتبقى ريحتها شكلها ايه. ودلوقتي خلاص اهو بعد ما قلبناها كويس قوي ودقنا الرز طبعا. عادي يا بنات لما تدوقوا الرز كده تشوفوه يا ترى مالح عادم، يعني لو عايز ملح بقى تضيفوله. هي الخلطة دي بتحتاج تقليب جامد عشان الرز كله يتشرب بقى من التقلية والخضرة اهو زي ما احنا شايفين كده. بصوا كده التقلية حلوة وكتيرة ومناسبة يعني مع الرز. ودلوقتي هوريكم انا هحشيه ازاي بقى بالقطعة اللي خدناها من الازازة اهو. اهو بصوا بجيب الفتحة بتاعة الممبار اهو وبحط فيها القطعة بتاعة الازازة وببتدي احشي. عايزة اقول لكم بجد يا بنات الطريقة دي سريعة جدا وهتنجز معاكم كتير قوي، يعني هتوفروا فيها بصراحة وقت ومجهود وكل حاجة. وحاجة يعني ولا هنشتريها ولا هتكلفنا ولا اي حاجة خالص، اي ازازة عندك وهتعملي بيها القطعة دي. بص انا كده اصلا بطيئة عشان بصور. لكن لما بحشي لوحدي كده يا بنات من غير الكاميرا بحشي على طول ما بياخدش مني وقت. اهو بصوا زي ما احنا شايفين كده
جربوا الطريقة دي بجد هتدعولي، عشان الطريقة دي بجد سريعة. انا متأكدة ان هي هتعجبكم ان شاء الله. وهعمل معاكم دلوقتي اهو واحد تاني عشان الفكرة تكون وضحت كويس. اهو بصوا زي ما احنا شايفين كده. وانا مش بحشيه قوي عشان هو كده كده الرز بيزيد، فانا مش بحبه يعني مليان جامد. اهو هعمل واحد تاني وهكمل كله بباقي الطريقة. اهو فكرة كده اسهل منها مفيش. اهو بصوا، مجرد ما حطيت الرز بس في القطعة دي خلاص لقيت الممبار اهو اتملى. اهو بصوا، ابتدي ابططه كده عشان ما يبقاش مليان قوي بالرز. وكده خلصت اهو الممبار. وهكون حاطه حله على النار فيها ميه بتغلي. حطيت اول واحد اهو، بس هحط كله بنفس الطريقه. انا مجرد ما احط في الميه المغليه اهو بيقفل زي ما احنا شايفين كده. وخلاص كده انا مجرد ما حطيته كله نغطي عليه ويستوي بقى براحته اهو زي ما احنا شايفين. عايزه اقول لكم الطريقه دي بجد ما خدتش مني وقت، والحكايه دي سهلت عليا جامد. اهو بصوا يا بنات، شايفين الممبار شكله بجد تحفه، ما خدش وقت مننا ولا حاجه اهو. بس وهقلبه كده، وهحط الملح برضو للميه بتاعته عادي، وهشوف حقيقها برضو. كده انا غطيت عليه اهو. خلاص، وبعد ما شفته لقيته استوى، وهبتدي اطلعه اهو. بصوا، عايزه اقول لكم ولا واحد اتفتح في الشوربه، وده شكله اهو بعد ما طلعته. بصوا يا بنات، بصوا. بس وابتدي احمره. واول ما يحمر على وشه ده هقلبه على الناحيه التانية. اهو بصوا زي كده. هو تحميره برضو ما بياخدش وقت. ولو انت عامله كميه كبيره شويه هتجيبي كيس من اكياس التلاجة وتحطي فيها، وتحطيه في الفريزر. واول ما تطلعيه تكوني مسخنه بقى الميه وتسخنيه كده فيها، وبعد كده تحمريه عادي اهو يا بنات. وهرش له رشه من الملح والفلفل الاسمر. يا رب الطريقه تكون عجبتكم. وده شكل الممبار اهو. يا رب يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو حطوا اللايك واشتركوا في القناه عشان يوصل لكم كل جديد.